وواحد السلام عليكم على كل متبعاتي الوفيات والغاليات اينما كنتم. كنرحب بكم في فيديو جديد على القناه، وكنتمنى تكونوا كتستقبلوه وانتم في صحه جيده واموركم على خير وبخير ونشاطات ومشطات. المهم المقدمه ديالي خلاص راكم حفظتوها كيف العاده. نبداوها بالصلاه على نبينا باش نديو الاجر العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ودعاء من القلب باش ربي يفرح قلوبكم ويرزقكم كل ما كتمنوا بخاطركم يا ربي امين. توحشتكم، عارفه راسي درت معكم الفالطه 3 ايام، يعني اليوم الرابع ما نزلت حتى شي فيديو. والله العظيم البنات مال خاطري ملي تشوفوني غبت راه كنقول لكم عارفه اختكم ابتسام عيانه. خاصني العكس الصراحه. واصلا الفيديوهات عندي يعني مصورين، يعني خاصني غير نجلس وندير لهم هكا المونتاج، نقادهم نسجل لهم الصوت وما قديتش البنات. فكنعتذر منكم بزاف بزاف، وكنشكر كاع الاخوات اللي تواصلوا معايا، لا سواء في الانستغرام لا سواء في الواتساب لا سواء في التعاليق. كنقول لكم يسول فيكم الخير والربح. شكرا لكم بزاف بزاف على دعواتكم، على كلامكم الطيب، على تشجيعكم وعلى دعمكم اللي كيعني ليا الكثير الكثير. فاللي خدتكم عليا يا اغلى واروع متبعات في العالم. اليوم ان شاء الله رجعت لكم فيديو روتين حماسي متنوع، كنتمنى من كل قلب انكم تتبعوه معايا حتى للاخير، وما تبخلوش على اختكم ابتسام بواحد اللايك فضلا وليس امرا. المهم ديت معكم اليوم يا اختي من الروينه اللي كانت عندي في الكوزينه، والصراحه الروينه ديال الكوزينه عمرها ما كتسالى. راكم دابا حفظتوها سبحان الله. قولوا لي البنات، واش نقدر نطرح عليكم السؤال، نقول لكم مثلا فين حاطه الكيسان، مثلا فين حاطه المعالق، فين حاطه الطاسات، تمشيو لهم مقصدين اللي جيتو عندي. متبعاتي الوفيات كنظن انني لا حطيتكم في الدار ديالي حتى حاجه ما غتلف عليكم. غتكونوا عارفين كل حاجه فين كاينه بلاصتها. هذه ما فيهاش الشك، حفظتوها معايا زنقه زنقه شبر شبر. مجر تاني نزيدوها في القافيه باش تجي داكشي مناسق مع بعضياته. المهم بحال هكا سبقت الغدا هو الاول اصلا، يعني ماشي انا دخلت الكوزينه من الديبار ليها انا الاولى، راه سبقاتني ليها زعما هبه وقلت لها سير بنتي جمعي الكوزينه باش نمشي انا ندير الغدا. جات هي غسلت المعينات طلع نبيع ليها زعما راه مسحات البوطه، زعما راه خملات لي الكوزينه باش غنجي انا غير نطيب الغدا. ولكن اش غادي نقول لكم اللي فيا ما مهنيني. انتما كتلاحظوا سبقت الغدا هو الاول، درت واحد المريقه هكا بالدجاج وبطاطا ان شاء الله غزله الزيتون في الاخر. وبديت كنسكسب شويه على الوضعيه. اول حاجه بديت بالماء نستفهم، وبديت بهاد المجوره. راكم عارفين انا مستحيل نستف المجر الا مسحته وقديته وتاكدت انه كل شيء فيه هو هذاك. صراحه ملي كتحلي المجير وكتلقاي كل شيء مستف كتحسي بواحد الراحه نفسيه. والنصيحه اللي كنقدم لكم دائما باش تحافظي على المطبخ ديالك نظيف ومنظم ومرتب هي انك دائما تردي البال للركينات والتفاصيل. يعني دائما مره على الاقل طلعي لها هكا في الركينات في البلاكارات تحت. المهم نتوما في المجيره ديالكم المهم ما تغفلوش، الا غفلتوا راه كما كنقولوا القضيه كتكفس وكتولي اصعب وكتولي تاخذ منك مجهود ووقت كبر. المهم انا استفدت المجير الاول، هانتوما كتشوفوا المجير الثاني، وخا صراحه داكشي ما مرونش بزاف، ولكن كما قلت لكم السر هو داك دائما المراقبه، دائما يدك فيهم واحد الفوطه في يديك وانت غادا وكتمسحي. هذا هو السر. اما الا غفلتي صافي ما كتبقايش قادره داك الساعات انك تواكبي او انك تحافظي على داك النظام اللي انت كنتي غاده عليه. المهم انا هنا بانت لي هاد الشبيكه هذه كامله مربجه وبانت لي حتى موسخه شويه. شوفوا نتوما شفتوا ضروري من الفراتتها مسحت البنات داكشي كامل، زولت الكراسي اللي كانوا عندي في البلاكار مسحته مزيان، وجبت داك الشبيكه حتى هي واخا ما غسلتهاش لان ديجا يلا كنت غسلتها مؤخرا تكونوا شفتوها معايا في الفيديو، لان كانت باقا نقيه البنات. شديتها غير مسحتها مزيان مزيان تبقات فيها حتى شي حاجه، ورجعت سيباريت كل حاجه بلاصتها. المعلقات يا اختي في بلاصتهم، والفراشط في بلاصتهم، والماس بلاصتهم، والمعالق الصغيورين في بلاصتهم. والنصيحه اللي كنعطيكم دائما خليو البلاكارات ديالكم يكونوا خفافين ظرافين، يعني كتنزلوا فيهم داكشي بالقياس كما دايره انا مثلا. المعالق الصغيورين بالحساب، الكبارين بالحساب، الكيسان بالحساب، يعني كديروا داكشي اللي غتحتاجوه بشكل يومي فقط. وكنشوف الحاجه اللي انا كنشوف راسي كنستعملها غير مره راني كنزولها وكنطرفها يعني بعيده، سواء كنطلعها البلاكارات اللي عندي الفوق فوق لافافو، سواء كنديرها في البلاكار اللي عندي تحت البوطه هذاك حتى هو كنحط فيه داكشي اللي ما كنحتاجش بشكل يومي. بهذه الطريقه كيبقاو ليا المجوره منظمين وخفافين ظرافين وكيجوني ساهلين حتى في الاستعمال. اما فاش كتكون قوه الماعن وقوه الفوضى وقوه الكركبه راه حتى انت كتلفي مع الشغل، ما كتبقاي عارفه راسك شنو تسبقي وشنو توخري. فاهم حاجه وكنقول لكم هي انكم تخليو فقط الحاجه اللي كتستعملوها واللي كتحتاجوها بشكل يومي هي اللي حداكم وحدا يديكم. اما الحاجه اللي مره غير بعدوها وغبروها. ما
معمر علاش تبقى يعني ما انت علاش تبقى معمر عليكم وكتعمر حتى هي غير كتوسخ وكتزيدكم بشقاها، اللهم حيدوها عليكم. المهم هادو الطاسات ديال الماكله ديال الدري الصراحه اللي كنت خديت شحال هادي من عند خاي ابراهيم صدقوا ليا غزالين. هانتوما كتلاحظوا كنحاول اني دائما نرجعهم بلايصتهم ونقادلهم معلقات وداكشي ديالهم، ولكن دعاء لقيت لها المعلقه الفرشيطه ديالها ووليد مع الاسف داها مرضها. فينا هي الله اعلم. المهم ستف داك المجوره كاملين البنات، رجعت ستف داك البلاكار اللي تحت البوطه حتى هو قديته، غسلت القريعات كما غتشوفوا معايا حتى ما غسلتهم ومسحتهم. ما كنظن نقصت لكم شويه من المقاطع باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وصافي غسلت الروبيني، غسلت داكشي كامل. كان هاد النعناع عندي كان جابوا لي عبد البارح، فاش ديتو هكا نقيته قديته في الطويصه، فرشت لي واحد الورقه كان الشاب باش كيصبر معايا لمده طويله، يقدر لي يبقى لي دابا هكا حتى السيمانه بلا ما توقع له حتى شي حاجه. المهم ماشي اختي فين سكسكت على داك الوضعيه ديال الكوزينه، حتى كانت المريقه ديالي طابت يا اختي. صراحه المرقه شاركتها معكم ماشي مره ماشي جوج، رجعوا جربوها. المهم انا هاد المره ما حطيتش كلشي لانه تغديت غير انا وعبد العالي وادم والدراري كانوا في المدرسه، خليت لهم حقهم حتى يجيو صافي. يعني اصلا هما تغداو ولو تقريبا بحال اللي تغداو عاد مشاو وعطاتهم كاس كروطات داهم معهم المدرسه، يعني ما غاديش يجيو فيهم بالجوع، فخليت لهم غير شويه وصافي. وهذه هي اش غنقولوا المريقه ديال اللي كيعجب جميع المغاربه يعني بدون استثناء، بطاطا مع الزيتون والدجاج. المهم البنات هنا كنت غير تغديت، جمعت هكا فين تغديت وخرجت مشيت البنات للكاسه براطه، ضربت ماكينه الدويره، رجعت مشيت عند العشاب اللي كنت سخرت عنده داك المره حتى هو تقديت عنده شي حوايج انه باقا كنتقدى داكشي اللي كان خاصني لصاحبتي باش نصيفطوا لها مع الترونسبور. انا قلت لكم ان شاء الله كلشي غادي نبارطاجيه معكم. مشيت البنات للسوق برا، تقديت البنات الحلوه من عندك المحل ديال السوق برا اللي كيبيع داكشي ديال المعسلات ديال رمضان، هذوك البنات اللي كتشهى شي حاجه يا اختي ديال الشباكيه وداكشي ديال المقروط وداكشي ديال داك المورقه والبليغه. راه داك المحل البنات في سوق برا كيكون دائما مقابل مع الخصه، يعني مقابل مع سينما الريف على ما اظن، تما راه معروف تلقاو عنده داك الحلوه على طول العام. صافي هكا ما صورت لكمش ما يجيش الفيديو طويل، درت لكم غير لقطات. ودابا غنشارك معكم شنو تقديت، خليكم معايا. ايوا البنات رجعت للدار وكيف العاده كيخصني نرجع للدار نبارطاجي معكم اشنو خديت. المهم الحمد لله كملت السخيره اللي كانت عندي، كملت المهمه ديالي، الله يقدرني يا ربي يا ربي، وان شاء الله السخيره توصل لماليها كما كنقول لكم يفرحوا بها ان شاء الله وبصحتهم وراحتهم مسبقا، ويبارك لهم فيها ربي ويدومها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. المهم نبداو على بركه الله. اول حاجه جبت هي زيت الزيتون. هذا زيت الزيتون البنات تاكم حتى الناس اللي على برا كيبغيو يعرفوا الاثمنه ديال هادشي التقليدي ديال المغرب ويعرفوا حتى هما شنو كاين في وسط الاثمنه. بالنسبه لهاد الصابون البلدي ديال زيت الزيتون البنات هذا زويون، نوعيه ممتازه، 15 درهم الكيلو. كتاخذوا الباكيه كتطلع عليكم بشحال ب 70 ولا 75. المهم 15 درهم ضربوها في 5. حسبوا نتوما، انا عييت تساليت والله ما كنقدر نحسب. المهم انا راه كلشي عندي مقيد في واحد الكارني. جبت البنات هاد السطيله هذه ديال البودره ديال البصل، هذه كدير لنا 130 درهم. عاد خليني نضرب ليها واحد المسحه، الحمد لله راه مسدوده، نضرب ليها واحد المسحه مزيان طويلها عاد نصيفطها. وجبت هنايا التحميره عندي 2 كيلو ديال التحميره. سبحان الله ماشي غير انا كيجبر الله دائما ان التحميره هي الحاجه الوحيده اللي كتسالي، راه كنجيب عندنا نص كيلو، نجيب راه في الشهر راه كتوصل لي حتى 6 كيلو ديال التحميره البنات، هي اللي كتسالي من دول العطريه، وشي مرات كنتقدى 2 مرات في الشهر سبحان الله العظيم. المهم جبت لي صاحبي 2 ديال الكيلو احتياطيه انايا، انا اللي تبغي ان شاء الله منها ونرجع نزيدها. وشنو درت ليها كتجي شاطه نص يعني كتقول لي حتى هي بحالي، انا دابا ما بقيتش كنشرب اللويزه، حتى هي بحالي عزيز عليها اللويزه. فقلت على هاد اللويزه البلديه هذه جبت ليها هكا 6 ديال الباكيات، هادو 5 دراهم الحبه، فهي عزيز عليها بحال هكا اللويزه. كندعيو مع البنات عافاكم الشفاء ربي يشافيها ويحفظها، ولدتها راها مريضه مسكينه بزاف يلا دارت العمليه، فكنتمنوا لها ربي الشفاء العاجل يا ربي، وبقى تبعها عمليه اخرى الله يشافيها ويقويها ويحفظ ولدتها يا رب العالمين. هنا خديت 2 ديال بيافين، هادو راكم عارفين الثمن ديالها باقي 44 درهم. وخديت 2 ديال التخطيرات ديال البنين ديال الالتهاب. هذه بيافين البنات بعدا انا ننصحكم ان ما تخطاكمش من الدار ديالكم، علاش كتصلح للحراء، هانتوما احمرار الجلد، الملفوح، من جراء العلاج بالاشعه، يعني الناس اللي كيديروا الاشعه والليزر هذه صالحه ليهم، كذلك الحروق ديال الدرجه الاولى والثانيه او جرح نظيف غير
منتن منتن غير منتن، يعني ما خصوش يكون مقيح ولا معفن، يعني يكون جرح نظيف ما يكونش معفن. تقدروا انكم ديروها ليه. هذه كذلك الاستعمالات ديالها بالنسبه لنا حنا العيالات من بعد ما كنديروا لاصير كديريها حتى هي ما كيبقالكش الالتهاب، ما كيبقالكش الاحمرار. البنات اللي كيديروا لاصير وكيزولوا الزغب هذه راها صالحه لكم مزيان. بالاضافه حنا العيالات راه كنتحرقوا بزاف، شكون فينا ملي كطيب الخبز ما كتخليش واحد الحريقه في يديها. انا بدا هي اول وحده. صافي جبت لي هاد البياجور، جبت لها السكريات، هذا هو الجو اللي خصني عليه. وهنا البنات كيما شفتوا هنا صورت لكم يا اختي بهذا الاعشاب، صراحه عندهم داكشي غزال غزال غزال. دابا هادشي كامل خاصني نجبدو باش ننظفو. خليت ليها هادو ما نسقليش فيهم التيكيتا، تود الذين وصيتو قلت له هادو نسقلي فيهم التيكيتا. كاينين جوج ديال تساقط الشعر، هادو ديال القشره حطهم ليا بجوج بهم مع بعضياتهم. لا يا ربي، 3 ديال تساقط الشعر وجوج ديال القشره. هادشي كامل شوفوه مع هادشي تسلق. هادشي عاد قال لي رجعي خلطيه مزيان في الدار. خصني نجيب واحد العويد ونخلطو مزيان. هذا شامبون طبيعي بالاعشاب، شحال خلط فيه ديال الاعشاب كيما شفتوا، راه شحال من عشبه وعشبه وشحال ديال الزيوت. وخا دار فيه العشب بزاف، عطيه واحد الريحه، واخا هكاك الريحه ديالو كتحمق. دار 50 درهم هاد القرعه هاد الشامبون. وعطوا البنات شحال كيديو ليا تبارك الله. شي خاصني كامل نقادو ونأمباليه بالسلوفان. هانتي دابا هذا غيدير ليا المشاكل. دابا انا ما غنميز شنو هو ديال القشره وشنو هو ديال الراس. لا دابا ها هو وضح ليا الامور. انا خديت جوج ديال القشره ها هما، واللي ما دارش فيهم التيكيتا هما ديال تساقط الشعر. ها هما هادو جوج ديال القشره اللي خديت، وثلاثه ديال تساقط الشعر. ديال تساقط الشعر ما نخليش فيهم التيكيتا، غنخليهم مع بعضياتهم حتى نرجع انا نكتب فيهم لصاحبتي ان شاء الله باش ما تكتبش عليهم، ونمسحهم مزيان ونلوي عليهم السلوفان. انا كنبغي نقاد هادشي هذا مزيان باش كيوصل كلشي هو هذاك. هنايا هذا عندنا هذا 50 درهم البنات. هذا الزيت ديال الارغان. الزيت ديال الارغان والله ما عرفتش فين هو الكارني ديالي. نقول لكم الزيت ديال الارغان شحال واصل لليطرو. صبروا، الزيت ديال الارغان شحال واصل. هذا شنو انا بقيت غير كنكتب هنايا انايا. المهم هذا الزيت ديال الارغان انا جبت غير 4 ب 175 درهم، يعني غير 4 ديال الزيت ديال الارغان 175 درهم. يعني ضربوها نتوما في 4 باش تعطيكم شحال يطرو. كانت شي 700 درهم الليطرو الا بقيت عاقله. هذا طحنوا لي البنات قدامي، هز ارغان وعصرو حدايا. راه دابا خصو يبقى باش عاد يصفى. وهذا عشوب ديال الشعر كيما شوف داك الطبيق تبارك الله شحال خلص. نقول لكم 40 عشبه ولا 50 عشبه الله اعلم باش عطينا هاد القريعه هذه ديال هاد العشوب ديال الشعر ديال تساقط الشعر ب 80 درهم البنات. غزاله راه حقاش شفت داكشي بعينيا الصراحه. شحال لقط ديال الاعشاب قدامي داكشي صراحه، يعني الشهاده ديال الحق تقال وراكم كلكم شفتوا كنتو داكشي على عينيكم. فهنايا جبنا داك الحنه بالعشوب مخلطه، هي باقا عاد خاص نخلطها. انا جبت هنا قيله 100 درهم 50 درهم 50 درهم. ها هي. وشنو جبت البنات هادو ديالي خليه لي. وزدتها نص كيلو اخر ديال الحنه، حيت هادو قلت له قوي ليا فيهم العشوب، ما تقويليش الحنه، قوي ليا فيها العشوب ديال التبريمه باش نوصل داك الساعات. صاحبتي نقول لها زدي مثلا جوج معلقه من هذه اللي فيها العشوب مخلطه، وزيدي عليها جوج معلقات من هاد الحنه العاديه، وديري التبريمه داك الساعه ديال الحمام. داك الشيء غزال عندهم البنات. الحنه نص كيلو ب 25 درهم. انا كنت مقيده كلشي هنايا. حنه نص كيلو 25 درهم، يعني الحنه ديال لها 50 درهم للكيلو. فهذا املو، هذا ديتو ليا انايا. املو شحال داير؟ املو يا اختي داير 45 درهم، داير 180 درهم للكيلو. انا ديت غير 4 البنات باش نبقى نفطر بها هكا صحي وزويون يوقف ليا على قلبي وزول ليا السخفه. ديت منه 4، يعني راه الطويصه غير صغيره نتوما كتشوفوها، ولكن دارو حتى هو قدامي. شد اللوز طحنو قدامي، زاد عليه زيت ارغان وزاد عليه العسل، يعني كتشوفي الحاجه بعوينه كتخدم. حنا هي الحاجه اللي عجبتني انا داك المشروب. وصافي درت حتى هي هنايا بالصابون البلدي. ها هو تا هو ان شاء الله. انا ما كرهتش نعمرو لها بشي قريعه نصيفطوا ليها حسنا ما يمشي في البلاستيكات هكا. الله اعلم والله ما عرفت. كنظن خصني نديرو شي قرعه اللي تكون كتسد مزيان ونصيفطوا لها من الاحسن باش هادشي هذا ماشي هو هذاك الصابون البلدي. عرفتوا انا خديته البنات وكيحمق كيحمق كيحمق كيحمق. عرفتوا الريحه ديالو؟ الله، شي حاجه اللي كترد النفس. على تبارك الله شحال مخلطين فيه ديال العشوب. المهم تبارك الله داكشي عندهم غزال. صافي دابا انا هذه السخيره اللي جبت اليوم بحال هكا غادي نقادها، لانه باقا عندي ان شاء الله شي حويجات وباقا عندي شي ديال الحلوه باذن الله. هادشي كامل غادي نقادو ان شاء الله باش نقاد ليها الكليه ديالها
ونصيفطها لها في امان الله. والبنات اللي كنرجع نقولها، راه بحال اللي عندكم اختكم تسمى هنايا في المغرب، راه اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا. الرقم ديال التليفون ديالي كندوزي لكم هنايا، اللي عجبتها شي حاجه، اللي تشهاتي اختي شي حاجه من المغرب، اللي شات عندي شي حاجه وبغاتها، راه نتقداها ليها ونرسلها ليها. الله يسهل على الجميع، والله يرزق كل واحد داكشي اللي كيتمنى في خاطره، والله يعينكم على الغربه. رانا عارفاها ماشي سهله، الله يقدركم ويقدرنا حتى حنايا على غياب كاع الاحباب ديالنا والاصحاب. المهم غادي نجمع البنات هادشي هذا ونرجع لكم. بعد هادشي خصو يتسيبارا، وخصني نشوف هادشي كيفاش نقادو، خصني نحيد التصوير ونركز مزيان مع هادشي هذا، عاد نرجع لكم. البنات غير سمحوا لي، عرفتوا مع الزربه ومع كنحاول ترونسبور مبقى والو باش نمشي عنده ان شاء الله. عرفتوا كنحاولوا نزربوا انا كنعرف باش كنقادوا الحلوه للسيده باش داكشي يوصل هو هذاك. المهم قديتها في البواطات كما كتشوفوا. كاينه الاخرى الحلوه اللي جبت من عند السيده حتى هي راها في الفرشي. عبد الفقوسات لا جبدهم ليا، ما ديرولهمش هكاك. خاصني نولي نقادهم حتى ما فواحد البواطه، عاد تخشيهم تما كينات، ما نخليهمش هكاك صافي. نديرهم فواحد البواطه باش ما يتقطعوا ما والو. انا حطيتهم لك تما باش ما ننساهمش، باش يبانوا بلا راه خصني نديرهم مع الحلوه. خليهم من الفوق، خليهم من الفوق صافي. هادشي هذا كامل صاوبناه البنات، هادو خليتهم هكا بالبواطه ديالهم. وهنا واحد الحلوه والشباكيه وداكشي ديال المعسلات، هادو ستفتهم في بواطات. باقي عندي واحد البواطه اخرى درت لهم هكا الورق ديال الزبده وبابي سيلفيغيزي وغلفتهم مزيان باش ما ينشفوش من العسل ديالهم. وليهات في الفرشي وراني عبد العالي باش تبان، حقاش ما صورت لكمش البنات زربت هذوك بواطات ديال الفرشي، دوك فيهم كعب غزال غريبه والفقاص وداكشي باش كيوصل داكشي مزيان. الصراحه السيده اللي خدمات ليا حتى هي الحلوه، الله يعمرها سلعه، تعاملات معايا، درت لي داكشي في الوقت. غنخلي لكم الانستغرام ديالها باش اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا، كتصاوب داكشي غزيول. باقي عندي كوموند اخرى ديال الحلوه، وباقي خديت من عندها شي حاجه ليا. انا غنوريكم الشونتيو دابا، غير جمعت كنزرب على السيده باش كنحط لها حويجاتها كاملين. هذه الكوليه حتى هي جمعت فيها كلشي صافي. وهاد الكرتونات هادو وعلى بركه الله كلهت، حقاش خاصني نزرب كما قلت لكم. المهم انا غنحاول نبارطاجي معكم كلشي باذن الله، هانتوما معايا. وكيف كتشوفوا جمعنا السلعه كامله يا اختي في الصاك، والحلوه درناها في الكرتونات. علاش؟ تبارك الله كانت الحلوه بكميه كبيره. وحتى السيده اللي خدمات لي الحلوه البنات، انا قلت لكم تعرفت عليها غير في الانستغرام، دوزت لكم الرقم ديال التليفون ديالها، اللي بغات تعيط لها وتواصل معها وبغات من عندها الحلوه. صراحه الله يعمرها سلعه. انا شوفوا ماشي غندير الاشهار او الاعلان، حنا خدمنا بفلوسنا بحال كليان عادي. ولكن اللي عجبني فيها هي الكلمه، يعني الكلمه. يعني الانسان فاش كيعطيك الوقت وكيدير معك نفس الوقت وكيجيبوا لك ونفس الحاجه هي نفس الحاجه، صراحه ديك احسن حاجه. لانه انا كنت مضغوطه البنات مع الترونسبور تيقول لي انا خاصني تجيبي لي السخره مثلا نهار السبت. مولات الحلوه انا هضرت معها نهار الخميس، يعني قلت لها نهار الجمعه بالليل تكون عندي الحلوه. قالت لي صافي، يعني باش نستفى انا في الليل والسبت في الصباح نديها مثلا من الترونسبور. يعني ما كعطيكمش نهار بالضبط، كعطيكم غير تقريبيا. فعلا البنات مع 8 العشيه جا عندي الليفرور وجاب لي السخيره كيف ما انا وصيتها عليها. درتها لي في البواطات هكا ديال الفرشي باش كنبقى محافظه عليهم. وانا احسن حاجه كتعجبني هي داك الكلمه والالتزام. داكشي علاش خليت لكم البنات الرقم ديال التليفون ديالها. ما كنتش زعما كاينه تنشوف راسي غنتحشم ما نخليش الرقم ديالها. واللي عجبني كتر 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 هو الفقاس عندها صراعاته. يعني حنا خدينا من عندها الفقاس، خدينا من عندها كعب غزال، خدينا من عندها الصابلي، خدينا من عندها مملحات هكا واعرين. المملحات ديالها حتى هما فنين. انا خديتهم لصاحبتي وغادي نرجع ناخذهم ليا حتى انا وغنبارطاجيهم معكم. المملحات البنات غزالين. كعب غزال زويون، غريبه حتى هي زويونه. الحلوه ديال التمر اللي ما عجبتنيش للامانه. راه جبت تقريبا 60 حبه ديال الفقاس و40 حبه ديال الحلوه ديال التمر. الفقاس كلينا قبل ما نستفو في البواطه كما كتشوفوا، مي الحلوه ديال التمر كنا هزنا ماشي 3 ولا 4 ديال الحبات بالمجموع، يعني حتى واحد ما بغى ياكلها بقات لي لاصقه ليا في عنقي. ولكن الفقاس البنات باللوز وبالقوام باش غنقول لكم هانتوما الصوره كتوضح راسها كيتفرتت وغزال وعجبني. وان شاء الله من بعد نولي ناخذ من عندها. وحتى اللي بغى صراحه تاخذ من عندها الحلوه، انا خلت لكم الرقم ديال التليفون ديالها في الفيديو داز لكم فاش كنت كنستفسل انا وراجلي. انا نولي ندوزو لكم هنايا. نديروا هادشي في ميزان الحسنات في الاجر ياك البنات. لانه فعلا كيعجبني الانسان اللي كيكون كيخدم من قلبه، كيخدم يعني كيعطي من كل قلبه. بالاخص داك الكلمه، انا هي الكلمه هي كلشي بالنسبه لي. داكشي علاش قررت اني نبارطاجيها معكم. ايوا صافي هذا ما كان البنات، حتى انا بغيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو هذا، نتونسوا مع بعضياتنا، ما نبقاش غابره عليكم وغابره على قناتي. راه حتى انا كنتوحشكم ماشي غير نتوما. وحتى ملي كنخدم هكا الفيديو كنبقى هضره معكم كنسى راسي وكنطلقها للجموع. وما كنبقاش باغا نتسالى. المهم زعما راكم ولفتوني وانا ولفتكم، فالله يخلينا لبعضياتنا، يدوم المحبه ويجمعنا دائما يا ربي بساعه الخير. المهم ان شاء الله باذن الله غادي يكون غدا فيديو اخر مع بعضياتنا، غادي نوصلوا انا وياكم السلعه لمول ترونسبور، غادي نضربوا انا وياكم دويره، يعني فيش لا ما يدار ان شاء الله باذن الله. غير خليكم في الوعيد، في الموعد ماشي في الوعيد.
هي بدات كتدخل وتخرج في الهضره دابا كتسجل لكم المونتاج. شحال الساعه دابا يا عبد العال؟ الوحده د الليل. بطبيعه الحال ما ندخل نخرج في الهضره بالاخص فاش كنعيا راكم عارفيني. يلا يلا انا نسرع هذا الشيء هذا غادي ندير له التسريع باش ما غاديش نبقى هضره معكم بزاف ونطول عليكم. تهلاو لي في ريوسكم، لا تنسوا اني احبكم في الله حبا كثيرا. مع السلامه اعزائي.